فيفو نزلت موبايل جديد في الفئه المتوسطه الفي 70 اف اي، وايوه مفيش اسم لايت تاني عشان ما تحسش ان انت ماسك حاجه قليله. اف اي فان اديشن ميك سنس شويه، الموبايل جامد جدا الصراحه، ولكن انا مش هخليها لك مراجعه عاديه، احنا هنقارنه مع الفي 60 لايت 5 جي بتاع السنه اللي فاتت عشان تعرف الاختلافات ما بينهم، خاصه ان في فرق حوالي 6000 جنيه في سعرهم، وتقريبا هم جايين بنفس المواصفات، قريبين قوي من بعض. في الفيديو ده هعرفك تشتري الفي 70 اف اي ولا توفر وتجيب الفي 60 لايت 5 جي بتاع السنه اللي فاتت. طالما وصلك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو انت اول مره تشوفني. تعالى اقول لك تشتري مين فيهم. هات لك كوبايه شاي عشان الفيديو هيبقى طويل شويه. هنفصص الموبايلين دول حته حته، تصميم، اداء، شاشه، كاميرات، اضافات زياده في كل موبايل. هخليك طالع من الفيديو ده عارف كل تفصيله كبيره وصغيره عن الموبايلين دول عشان تعرف تشتري مين فيهم. ولو حبيت تشتري اي موبايل منهم هسيب لك تحت الفيديو في الديسكربشن روابط الشراء وكمان اكواد خصم هتديك خصم اضافي وهتدعمني جدا. فيلا نبتدي. اول حاجه بالتصميم، وزي ما انت شايف التصميم دلوقتي بقى مختلف شويه. الفي 70 اف اي هتلاقي تصميم الكاميرات من الظهر بقى رفيع، كل حاجه بقت تحت بعضيها. الفي 60 لايت بتاع السنه اللي فاتت هتلاقي تصميم الكاميرات تخين شويه مقلبص في نفسه، وهتلاقي الفلاش كمان جنب الكاميرات مش تحت الكاميرات. تقريبا بروز الكاميرات هو زي السنه اللي فاتت، ولكن السنه اللي فاتت انت كنت حاسس او مش حاسس ببروز الكاميرات اللي على مستويين، ولكن دلوقتي عشان الكاميرات بقت ارفع من المستوى اللي تحتها فانت بقيت حاسس ان هو ازيد، لكن هو تقريبا نفس بروز الكاميرات بتاع السنه اللي فاتت، ولكن هما الاثنين كده كده هيضغطوا لو استخدمت الكفر الشفاف اللي جاي مع الموبايل في العين. نفس الماتيريال، بلاستيك الموبايلين، اطار من البلاستيك برضو، فنفس الخامات بنستخدمها في الاثنين، ولكن الجوده مختلفه. عندك دلوقتي دعم مقاومه ميه وغبار اي بي 68 و69 موجوده في في 70 اف اي، ودي مقاومه ميه وغبار بنلاقيها في موبايلات دلوقتي مثلا في الفئه المتوسطه العليا وكمان في الفلاج شيب، فخطوه كويسه جدا وابجريد محترم جدا عن الفي 60 لايت 5 جي بتاع السنه اللي فاتت اللي كان اخره اي بي 65، يعني يا دوبك مقاوم لطرطشه الميه، ولكن دلوقتي ده مقاوم للميه بعمق متر ونص ولمده 30 دقيقه، فقدر الله لو الاثنين وقعوا في ميه او جت عليهم ميه بالزياده ده هيبقى مقاوم بشكل اكبر للميه. حاجه كمان مختلفه في تصميم الشكل الموبايل من قدام. بص الموبايل الفي 70 يعني انا بجد يعني في قدر من السيمتريه تخليك ساتسفايد، يعني مبسوط للناس الاو سي دي اللي بيركزوا في كل تريكه، والكورنر ده زي الكورنر اللي تحت، والحواف اللي فوق زي الحواف اللي تحت، لا اللي تحت كبيره شويه، لا يعني عارف انت لما تكون او سي دي وبتركز في التفاصيل التافهه دي. الفي 70 بصراحه الديزاين بتاعه كيرفي كده والحواف بقت مكرفه اكتر او دائريه اكتر، على عكس الفي 60 لايت هتلاقي الحواف حاده شويه، الكيرف بتاع الحواف هتلاقيه اوسع كده وكيرفي قوي في نفسه، وماسكه الموبايل بقت اريح، والموبايل لما بيبقى في بطن ايدك كده مسكته اريح. كمان السيمتريه في الحواف يا جدعان، فوق زي يمين زي تحت زي الشمال، نفس الحافه بالظبط حوالين الشاشه، واللي بقت اصغر من السنه اللي فاتت. على عكس الفي 60 لايت هتلاقي الحواف اكبر سنه، طبعا هي ما زالت صغيره بس هي اكبر من اللي موجوده في الفي 70. هتلاقي كمان الدقن اللي من تحت اكبر من اللي من فوق واللي على اليمين وعلى الشمال، فتحس ان الموبايل ليه دقن سنه كده، يعني هي اكبر بفرق مش كبير بس هي اكبر. كمان الشاشه بتاع الفي 70 اف اي مسطحه تماما، الشاشه جوه الشاسيه، يعني الشاسيه قافل على الشاشه والموبايل فلات، تقدر تروح مثبته كده زي الفل. خلاص يلا شكرا، لسه ما كملتش الجمله، انت حلو اهو. اما الشاشه بقى في الفي 60 لايت هتلاقيها في اطار فوق الشاسيه بتاع الموبايل، يعني مش جوه الشاسيه، لا هي في اطار منفصل كده بارز عن الشاسيه بتاع الموبايل او الحواف بتاع الموبايل، وده ممكن ديزاين تحسه قديم شويه او يعني رخيص شويه، يعني ده ديزاين اكتر للموبايلات الفلاج شيب او النظيفه او تحس ان انت موبايل بريميوم كده. بس هو في ناس ما بتحبش الديزاين ده، الشاشه مش مسطحه تماما كده كيرفد وبارزه، وفي ناس مثلا بتقول ليه لا كده بتبقى معرضه اكتر للي هي بتتخبط عشان هي مش جوه الشاسيه بتاع الموبايل. بس يمكن مش ده الفرق الكبير قوي في الشاشه على قد ما الفرق في دقه الشاشه. الاثنين تقريبا جايين بنفس الحجم، الفي 70 اف اي جايب شاشه 6.8 انش، الفي 60 لايت بتاع السنه اللي فاتت 6.76 انش، نفس الحجم تقريبا، يعني المفروض ده اكبر، ولكن حطيتهم جنب بعض نفس الطول بالظبط، وده بفضل الحواف الاصغر. كمان الدقه اختلفت، الشاشتين اموليد ولكن الدقه بقت اعلى في الفي 70 اف اي، دلوقتي بقت 1.5K مقابل فول اتش دي بلس في الفي 60 لايت بتاع السنه اللي فاتت. الاثنين 120 هرتز ونفس السطوع تقريبا 1900 نتس 1800 نتس، الشاشتين سطوعهم عالي جدا وكويس جدا بصراحه. كواليتي الشاشات في الموبايلين تحفه، الاثنين سطوعهم عالي وشكلهم حلو، بس للامانه انا مبسوط بده يعني بجد شاشه شكلها بريميوم جدا، او شكل الموبايل نفسه شكله شيك، شكله موبايل فخم، مش مجرد موبايل فئه متوسطه او في بدايه الفئه المتوسطه، حاسه ده موبايل بريميوم كده شكله شيك واحسن بصراحه من الديزاين بتاع السنه اللي فاتت. وعايزك برضو تفرق ان الفي 60 لايت في منه نسختين، في نسخه كانت 4G و5G، انا بكلمك على النسخه ال 5G عشان ما تتلخبطش، عشان ال 4G بمعالج مختلف تماما، دي كانت جزئيه التصميم وجزئيه الشاشه،
تعال نتكلم عن حاجه تانية بقى وهي الاداء. الفي 70 اف اي جاي السنه دي بنفس المعالج اللي كان موجود السنه اللي فاتت في الفي 60 لايت 5G اللي هو دايمنسيتي 7360 تربو. معالج محترم جدا، وده بخلاف النسخه ال 4G من الفي 60 لايت دي جايه بسناب دراجون 685 مالناش دعوه بيها، انساها خالص. فدلوقتي الاثنين جايين بنفس المعالج تقريبا، والاثنين بيطلعوا ارقام على انتوتو بنش مارك محترمه جدا لموبايلات متوسطه، فمدين لك ارقام كويسه جدا. ولكن الارقام هتلاقيها اعلى شويه على في 70 اف اي بسبب اختلاف السوفت وير، عشان هنا جايب سوفت وير احدث من الفي 60 لايت 5G بتاع السنه اللي فاتت. كمان الرامات هنا اسرع LPDDR5 على عكس الفي 60 لايت كان بيجي برامات ابطا شويه LPDDR4X. فده فارق في سرعه فتح التطبيقات، في سرعه التنقل ما بين التطبيقات، ما فارق في كل حاجه بصراحه. نوع الذاكره UFS 3.1 هو في الموبايلين، والاثنين بيجوا منهم نسختين 256 جيجا مع 8 جيجا رام و256 جيجا مع 12 جيجا رام. الفي 70 اف اي بيجي باندرويد 16 مع احدث واجهه من فيفو الاوريجين OS 6، ولكن الفي 6 لايت بيجي باندرويد 15، فاكيد هيجي له اندرويد 16 مع الوقت. ولكن الفي 70 اف اي اول ما طلع من العلبه هو اوريدي عليه اندرويد 16. كمان معاك ضمان تحديثات 4 سنين، وكمان تحديثات امنيه سنتين، ده شيء كويس. تجربه الاداء على الموبايلين بصراحه حلوه، لا بصراحه الموبايلين صراع، الموبايلين تجربتهم كويسه جدا. البروسيسور واحد في الاثنين، الانيميشن سريعه في الواجهه وتقدر تتحكم في السرعه بتاعتها، مفيش تقطيعات مفيش تهنيجات. ولكن سرعه الاستجابه على الفي 70 اف اي اسرع من اللايت، مش بفرق كبير. هتلاحظها لما تحط الموبايلين قدام بعض، يعني انا لولا الموبايلين قدام بعض لولا انا حسيت بالفرق ده، ولكن لو انا بستخدم كل واحد لوحده انا مش حاسس ان الموبايل مثلا في 60 لايت بطيء. ولكن لما حطيت جنبه الفي 70 اف اي وبفتح مثلا نفس التطبيق، سرعه الاستجابه اسرع بفرق بسيط في الفي 70 اف اي. بالنسبه مثلا للالعاب، الاثنين تجربه العاب عليهم محترمه جدا. ببجي هتلاقيه شغال 60 فريم على موبايلين، مع اني كنت اتمنى ان هي 90 مثلا، والمفروض البروسيسور ده يقدر يشغل 90 فريم، ولكن عشان هو تقريبا هو بروسيسور لسه جديد شويه فلسه مش مدعوم بشكل كويس. ولكن انا اعتقد مع الوقت هيجي له ابديتس هتخلي ببجي ممكن تشتغل على 90 فريم. ولكن بصراحه هو كنترولد جدا في الحراره، ما حسيتش بحراره في الموبايلين كويسين جدا، ما فيش اي سخونيه. حتى لو عملت ستريس تيست للموبايلين درجه الحراره مش هتحس ان ده الموبايل دافي، اللي هو الطبيعي النورمال العادي بتاع اي موبايل. بس ممكن بقى الاختلاف اللي هتحس بيه شويه وهي فرق البطاريه. الفي 70 اف اي جايب بطاريه اكبر ب 500 ملي امبير عن الفي 60 لايت بتاع السنه اللي فاتت. هنا البطاريه 7000 ملي امبير في الفي 70 اف اي، 6500 ملي امبير في الفي 60 لايت، والاثنين بيجي معاهم شواحن جوه العلبه 90 واط. وده يمكن من اكبر الارقام اللي هتلاقيها في الفئه المتوسطه تقريبا، رقم الشحن ده او سرعه الشحن دي. وسرعه شحن فعليه الموبايلين دول فول في حوالي 50 دقيقه. بالنسبه لحجم البطاريه مش قليل بصراحه، رقم ممتاز جدا. طيب عامه فرق البطاريه مش هتحس بيه قوي، كده الموبايلين هيقعدوا معاك يوم ونص، كمان مش يوم بس، ممكن يوم ونص، الا لو انت بقى بص عنتيل استخدام موبايل. غير كده الموبايلين فعلا هيكملوا معاك يوم ونص وممكن يومين كمان لو انت استخدامك سوشيال ميديا ما بتلعبش. ولكن ممكن عشان الشاشه هنا بقت ريزوليوشن بقى اكبر 1.5K، فتقريبا هيبقى وقت الاستخدام واحد تقريبا. ولكن انت ممكن تتحكم في دقه الشاشه من جوه السوفت وير وتخليها على فول اتش دي بلس، وهتستمتع فعلا ببطاريه سفاحه مش طبيعيه. يعني معاك بقى يومين فعلا، مش هيقل عن يومين. هنيجي بقى لنقطه مهمه وهي نقطه الكاميرات، وهنا في اختلاف حبه عن السنه اللي فاتت. عندك هنا الكاميرا الاساسيه في الفي 70 اف اي بقت 200 ميجا بكسل بمستشعر مختلف تماما من سامسونج. المستشعر ده كبير ومستشعر محترم قوي، كمان مع دعم الاو اي اس. وكمان عندك الكاميرا الوايد 8 ميجا بكسل. الكاميرا الاساسيه في الفي 60 لايت كانت 50 ميجا بكسل مع كاميرا وايد 8 ميجا بكسل. الكاميرا السيلفي في الاثنين 32 ميجا بكسل. تعالى بقى اخدك لفه في تجربه التصوير على الموبايلين. نيجي بقى لمقارنه الصور جنب بعض، الفي 70 اف اي جنب الفي 60 لايت. بصراحه فرق السنسور 200 ميجا بكسل من 50 ميجا بكسل هتلاقيه دايما واضح. اولا حجم الصوره بيبقى حجم الصوره كبير مش قليل، كمان بيبقى فيها تفاصيل كتير جدا، خاصه لما تزوم هيبان جدا معاك. و 70 اف اي دايما الصوره فيه كونتراستي، وتلاقي الالوان كده كانها مشبعه كانها متزوده في الساتوريشن. في ناس بتحب الايفكت ده او الشكل ده، بصراحه الصوره كده بتبقى زاهيه قوي. الفي 70 لايت بيميل للتوازن، يعني الصوره موزونه. طبعا لما بتبتدي تعمل زوم بتبتدي الصوره تفقد تفاصيل شويه، عشان طبعا حجم السنسور مش بنفس الحجم بتاع الفي 70 اف اي، ولكن ما زالت الصوره كويسه جدا ومقبوله جدا على الفي 60 لايت. بالنسبه للفيديو الاثنين بيصوروا في فيديو 4K، ولكن بصراحه الفي 70 اف اي الفيديو فيه ثابت اكتر بحبه حلوين من الفي 60 لايت. الفي 60 لايت بيتهز شويه، تحس كده الدنيا شيكي كده شويه. ندخل بقى على الكاميرات الموجوده في كل موبايل. الموبايلين بيجوا ببصمه تحت الشاشه سريعه وشغاله كويس جدا وما بتعلقش، بصراحه ما عنديش مشكله معاها. الاثنين فيهم ستيريو سبيكر، مع الفرق الفي 60 لايت تقدر تعلي الصوت لغايه 400%، والفي 70 اف اي تقدر تعلي الصوت ل 200%. الموبايلين صوتهم عالي، وممكن انت تظن من جواك ان ده بما انه بيعلى ل 200% بس فصوته اوطى من ده بما انه بيعلى ل 400%، ولكن الحقيقه سيدي ان ده صوته اعلى من ده، ما تسالش ازاي. ومش بس صوته اعلى، لا صوته فيه قوه، قوي، فيه تريبل كده.
الصوت هنا تحس اللي هو كأن واحد مخنف او يعني صوته مكتوم او حد دايس على وشه بمخده، ولكن الصوت هنا واضح كلير، في تريبل، في بيز، يعني حتى لما تشغل نفس الفيديو ونفس التراك ونفس كل حاجه على الموبايلين هتحس بالفرق ده. ولكن انت بتشغل مثلا الفي 60 لايت لوحده هتلاقي صوت عادي وصوت كويس وكل حاجه، بس لو انت بتركز قوي هتلاقي ان الصوت ما فيهوش تريبل، التريبل مش عالي، لكن هنا التريبل والبيز عاليين وتحس كده الصوت فيه قوه بصراحه. فبصراحه كصوت الفي 70 اف اي يكسب. الموبايلين فيهم مايك اضافي لعزل الضوضاء، الموبايلين من تحت نفس كل حاجه، من فوق لما تبص هتلاقي الموبايلين فيهم اللي هو الدول سبيكر، وهتلاقي المايكات عزل الضوضاء الاضافيه. ولكن الفي 70 اف اي هتلاقي فيه زياده اي ار سنسور، ولكن الفي 60 لايت ما فيهوش اي ار سنسور اللي هو بيخليك تتحكم في الشاشه او مثلا اي جهاز عندك بريموت من خلال الموبايل. نيجي للسيستم بتاع المكالمات، الفي 70 اف اي بيجي بسنسور سوفت وير شغال كويس مش وحش، ولكن كنت اتمنى ان هو يكون هاردوير. نفس الكلام في الفي 60 لايت، مستشعر السوفت وير شغال برده كويس، ولكن زي ما قلت لك يفضل لو هو هاردوير بيبقى استجابته اسرع واحسن. الموبايلين ما بيدعموش تركيب كارت ميموري، فانت هتبقى مقتصر على المساحه الداخليه بتاع الموبايل. الموبايلين ما فيهمش 3.5 مللي، خلاص يعني خلاص كده ما بقاش عيب او ما بقتش مشكله. اغلب الموبايلات دلوقتي بقت بتستغنى عنه عشان تكبر في مساحه البطاريه، وكمان الموبايل ما يبقاش سمكه تخين او الشركات تحاول تقلل من رفع الموبايل. بس لو انت محتاج 3.5 مللي شوف موبايلين غير دول. حاجه كمان كنت اتمنى ان انا اشوفها في الاف اي اللي هي الاي سيم. الموبايلين بيدعموا ال 5 جي وده شيء كويس جدا، خلاص يعني بقينا بنعتمد عليه، ولكن ما فيهوش اي سيم، خاصه ان سعره مش قليل. يعني انت دخلت في شريحه تانية بسعر تاني، كنت اتمنى ان انا اشوف فيه اي سيم، خاصه ان دلوقتي في السوق في موبايلات في فئه سعريه اقل وفيها كمان اي سيم. كده الفي 60 لايت ما فيهوش، ولكن كنت اتمنى اشوف الفي 70 اف اي، ولكن هو ما فيهوش. هو موجود في النسخه الفي 70 بس، اللي هي النسخه اللي هي بقى الاغلى، اللي هي النسخه الاكبر او اللي هي مش الفان اديشن، واللي طبعا اغلى حبه حلوين من ده. نيجي لنقطه الاسعار. البي 70 اف اي سعره بيبتدي من حوالي 23000 جنيه للنسخه 256 جيجا مع 8 جيجا رام، ولكن هسيب لك في الديسكربشن اسعار اقل من كده بروح بص عليها، يعني حوالي 1500 ريال سعودي و1400 درهم اماراتي، وده بالنسبه للنسخه الصغيره. اما الفي 60 لايت 5 جي سعره حاليا حوالي 17000 جنيه او 17500 جنيه، يعني فرق حوالي 6000 جنيه عن النسخه الجديده. فرق كبير، يعني 6000 جنيه دي تجيب بيها موبايل تاني او يعني تستفيد بيهم انت على الاقل. وان جيت لحق هو في فروقات، طبعا في فروقات، مقاومه ميه اعلى، شاشه افضل، بطاريه اكبر، سنسور كاميرا مختلف واكبر واحسن، وتجربه تصوير احسن، صوت وتجربه استيريو حلوه جدا جدا جدا، شكل وديزاين مختلف مش تماما ولكن يعني اتطور او اتحسن او اتعمل له كده ابجريد او حسناه وزوقناه وشيكناه وبقى فعلا موبايل شكله شيك كده، تحس ان هو بريميوم. الفي 60 لايت 5 جي ما زال موبايل قيمه مقابل سعر بالنسبه لي ممتازه. هتتنازل فيه عن شويه حاجات زي مثلا مقاومه الميه العاليه، يعني لو انت بتحافظ على موبايلك وما بيقعش وما بتشتغل في بيئه كويسه وبتحافظ على موبايلك مش هتفرق معاك مقاومه الميه. تجربه التصوير ما زالت كويسه على الموبايل ده، وما زال بيصور 4K بالكاميرا الخلفيه والكاميرا السيلفي، مش ما فيش استابلايزيشن قوي ولكن تقدر تتعايش معاه. الصور ما زالت كويسه، ولكن اكيد طبعا تفتقر للشاربنس والحده اللي موجوده مثلا في الكاميرا ال 200 ميجا بكسل اللي في الاف اي. البطاريه ما زالت كبيره مع نفس الشحن السريع 90 واط اللي جاي مع الموبايل في العلبه. موبايل ما زال بيقدم تجربه استخدام ممتازه، وهتوفر 6000 جنيه. فانت اللي تقدر تحكم ايه اللي انت محتاجه من الموبايل. هتروح للحاجات الاحدث الاقوى وهتدفع ال 6000 جنيه وتستفيد بمعماريه ميه اعلى، بطاريه اكبر، شاشه احسن، ديزاين شكله اشيك. بالنسبه لي انت ممكن بالنسبه لك يكون ده اشيك عادي جدا. الحياه اذواق يا صاحبي، الموضوع بسيط ما تكبرش الموضوع. فانت لازم تقعد كده مع نفسك وتقرر يا صاحبي لا انا هجيب ده، لا انا هوفر، وبصراحه يعني الموضوع مش مستاهل ادفع 6000 جنيه زياده يعني، وانا مش هحتاج الحاجات دي او مش هستخدمها. فده اللي لازم تفكر فيه كويس، وانا اتمنى اكون ساعدتك ان انت تفكر فيه، في ان انا فصصت لك كل موبايل فيهم ايه المميزات او ايه نقط القوه بتاعته، ايه نقط الضعف بتاعته، وال 6000 جنيه دي هتدفعها في ايه او هتاخد بيها ايه في البي 70 اف اي. بس يا صاحبي كده اكون خلاص. طبعا استنى رايكم تحت الفيديو في الكومنتات، هقراها كلها وتعالى نفكر سوا تروح للصفقه الجديده ولا توفر وتروح للصفقه بتاع السنه اللي فاتت. شاركني برايك وتعالى كده نفكر في الكومنتات. وزي ما قلت لك لو حبيت تشتري اي موبايل منهم هتلاقي اللينكات تحت الفيديو في الديسكربشن، وكمان اكواد خصم لو استخدمتها سواء معاهم او اي منتج تاني هتاخد خصم اضافي وهتدعمني جدا. ولو انت مش مشترك ما تنساش سبسكرايب، مش هتدفع حاجه ومش هتخسر حاجه، وكمان هتشوفني الفيديو اللي جاي. بس فاشوفك على خير الفيديو اللي جاي. سلام.